بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة أحلى صينية سمك بخلطة جميلة جدا، بس بدل البطاطس بنحط فيها الباذنجان اللي هو المكبب أو الأسمر. مطول شوية كده، بتطلع جميلة جدا شبيهة بالمسقعة يعني، بس بطريقة تانية، شاربة كده من صوص السمك وطعمها جميل أوي. هننضف السمك مع بعض، أي نوع سمك تحبيه. انا جايبه هنا في الوصفه دي سمك اللي هو المكرونه، ومعرفش بقى انت بتقولي عليه ايه في بلدك، بس هو عندنا اسمه سمك المكرونه. تنضفيه كويس، طبعا انت عارفه ازاي تنضفيه وتنقعيه في محلوله، وبعدين تعملوا له تتبيله بسيطه كده. توم وكمون وليمون وشويه ملح وقرن فلفل. آه او معلقه هريسه من الحمرة الحلوه دي، وتتبليه كده من كل جهه ومن قلبه، وتركنيه شوية. وبعدين تجيب الباذنجان بتاعك تقطعيه حلقات بالطريقة دي، وعليه رشة زيت كده خفيفة عشان ما يبقاش تقيل عليكي في الصيام. وعليه برضو شرايح من الفلفل الأخضر، وعليه حلقات كده من الفلفل الألوان لو حبيتي، ما حبتيش ومش موجود عندك مفيش أي مشكلة. وعليه قرن فلفل قرن شطة كده حامي، أو قرنين برضو على حسب ما تحبي، المتوفر عندك يعني حطيه، مش متوفر عندك خلاص استغني عنه مفيش أي مشكلة. ومعانا كده راس توم حلوة كده كبيرة مقشرينها، وشوية من النعناع الأخضر الفريش، وأروح على الكبة. نضرب كل الكلام ده في الكبة مع شوية توابل كده، كمون طبعا لأن السمك بيحب الكمون، وكزبرة، وشوية من الملح. هنضرب الكلام ده كله في الكبة، وبعدين ننزل على الصينية بتاعتنا الجميلة ديت بيه إن شاء الله. بس خليكي معايا خطوة بخطوة. هضربه وارجع لكم تاني. هنا فرمناه او ضربناه زي ما انا بقول. هنحط بقى كمية حلوة كده على الحلقات بتاعتنا اللي احنا قطعناها دي كلها، ونسيب شوية كده عشان نبقى نحطهم على وش السمك بتاعنا. النعنع بقى في الوصفة دي بخليها جميلة جدا، ولها ريحة كده وحلو. معانا شفشق من عصير الطماطم، لو حابة تحطي الطماطم كده حطيها. عايزة تضربيها في الكب او الخلاط اضربيها. هنحط السمك بتاعنا كده على وش الصينية الجميلة دي، وبعدين ننزل بقى عليها بالطماطم اللي احنا فرمينها في الخلاط. هنحط كده النعنع على وش السمك كده بالطريقة الحلوة دي، برضو بيدي نكهة جميلة كده مع السمك. وننزل بالطماطم بتاعتنا المضروبة او المفرومة، ونسويها كده في الصينية، ونهز صينيتنا كده علشان تتغلغل في الوصفة وصفتنا اللي تحت، اللي هي طرنشات الباذنجان والمسقعة، شبيهة يعني بالمسقعة دي. وبعدين نرش رشة كده من الزيت خفيفة برضو على الوش عشان تلمع معانا السمكية وتبقى حلوة وما تنشفش مننا. ولو وصلت معايا لحد هنا اشتركي معايا في القناة وحطيلي اللايك الحلو منك، كومنت حلو منك. وليمونة كده بقى حلقات على وش السمك بتاعنا، ما تخافيش خالص، ما بيمررش معانا الوصفة ولا حاجة، ده بالعكس ده بيديها طعم حلو والشكل الجمالي كمان بيكون حلو اوي. ونغلف كل الكلام ده مع بعض، ونروح على الفرن بتاعنا بقى على نار حامية. نسوي ايه الصينية بتاعتنا. نار حامية من تحت، ومن الجناب كده بتكون نار ضعيفة شوية عشان ما تنحرقش مننا. وادي شكل وصفتنا بعد ما استوت وطلعة جميلة جدا تستاهل بقكم، بالعيش بقى او بالرز زي ما تحبي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. زيناها كده بجرنش خفيف،
ويا رب تكون وصفتنا خفيفة على قلوبكم، وتكونوا استفدتوا مني بأي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.